النهاردة لو سألت أي حد عن يحيى الفخراني هيقولك الممثل. بس القصة الحقيقية بدأت من حتة تانية تماما. اتولد في مدينة المنصورة سنة 1945، ودخل كلية الطب جامعة عين شمس. وهناك من غير ما حد يخطط للموضوع انضم لفرقة التمثيل بالكلية، وكسب جايزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية. وهو كان لسه طالب في كلية الطب، حاطط سماعاته على رقبته ومحاضراته كانت في إيده. بعد ما اتخرج سنة 1971 راح يعمل سنة الامتياز، السنة اللي كل طبيب لازم يعملها قبل ما يمارس المهنة بشكل رسمي، في مستشفى ميت غمر. المستشفى دي بالظبط كانت المستشفى اللي أبوه كان بيتعالج فيها من مضاعفات السكر والضغط. يحيى الفخراني بنفسه، الطالب الطبيب اللي لسه كان بيتخرج، أشرف على علاج أبوه، حاول ينقذه بكل اللي اتعلمه في 7 سنين دراسة، وفشل. الأب مات قدامه. بعد الحادثة دي وصف الفخراني نفسه إن حاجز اتبنى بينه وبين مهنة الطب، حاجز ما قدرش يعديه تاني. مارس الطب فترة قصيرة كطبيب عمومي في مصلحة الخدمات الطبية بالتلفزيون، وكان بيحلم بالتخصص في الطب النفسي والعصبي. لكن في النهاية ترك المهنة كلها وراه. تخيل إنك تبقى دكتور، وأول اختبار حقيقي في حياتك إنك تنقذ حياة أبوك، وفي الآخر بتفشل.